حكايتنا اليوم تجربة أمريكية مهمة، وقبل بداية الكلام عن التجربة أظن أن بعض الأعزاء الكرام ربما يخطر في بالهم إننا مش عاوزين حاجة من أمريكا، لأننا وأنا معاكم بطبيعة الحال تبنينا حملة المقاطعة لكل المنتجات والشركات الداعمة للعدوان على أهلنا وأطفالنا في غزة. ولكن الشيء الوحيد اللي لا ينبغي مقاطعته هو التجارب وكل ما نستطيع الاستفادة منه من غير الاستهلاك التافه. عزيزي الكريم، هل تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها مركز اسمه المركز الوطني للتاريخ في جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس، ومن مهام المركز ده قيامه بوضع معايير خاصة بالتاريخ، واللي بيتضمن معايير لتقييم كل من المحتوى التاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ العالم ومهارات التفكير التاريخي في مراحل التعليم الأولى من الروضة إلى الصف الرابع، ومن الصف الخامس حتى الثاني عشر. وهدفهم هو أن يمتلك الطالب الوعي بالتفكير التاريخي. وحط عزيزي المشاهد 3 خطوط تحت هذا المصطلح: الوعي بالتفكير التاريخي، بالإضافة إلى دور المركز في تزويد الطلاب بمجموعة من مهارات التفكير والاستدلال التاريخي الناتجة من صناعة وتكوين النظرة القومية للتاريخ الأمريكي وتاريخ العالم كمان. المركز ده عرف التفكير التاريخي بأنه التفكير وفقا لتسلسل زمني، وللتأكيد على الفهم والاستيعاب التاريخي والتحليل والتفسير التاريخي أيضا، مع تمكين الطالب من قدرات البحث التاريخي وتحليل القضايا التاريخية. والأهم هو اتخاذ القرار كجزء من الجهود التقييمية القومية اللي بتتسمى بطاقة تقييم الأمة The Nation Reports Card. وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية حطت معايير للطلاب التاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وقسمت دراسة التاريخ ب3 أبعاد أساسية: الموضوعات التاريخية الرئيسية، والفترات الزمنية، وأساليب معرفة التاريخ والتفكير بشأنه. وبينقسم البعد الثالث لقسمين: المنظور والمعرفة التاريخية، والتحليل والتفسير التاريخي. يعني الطالب الأمريكي يطلع زي ما الحكومة الأمريكية عاوزاه بالضبط من حيث الوعي والمعرفة. وعلشان نستفيد من التجربة الأمريكية دي، علينا في الأول إننا نركز على الأمن التاريخي من الهرم الأمني ثلاثي الأضلاع. إيه الهرم ده؟ ضلعه الأول أمن الآثار الحضارية، ضلعه الثاني أمن الرواية التاريخية، أما ضلعه الثالث فهو أمن الدروس المستفادة من التاريخ. وعلشان نستفيد من الهرم ده لازم نفكر بجدية لتدشين مركز قومي للأبحاث التاريخية والحضارية، وإطلاق أول مشروع قومي تتبناه الدولة بالتنسيق مع المجتمع العلمي المتخصص في الحضارة المصرية القديمة في الداخل والخارج. وده مشروع ممكن الحصول ليه على استثمارات كبيرة لو تعلمون، وبهدف حماية وحفظ الأمن القومي للشعب المصري ومنع اعتلال أو اغتيال وعيه، وتبني رواية رسمية للدولة توضح وتفصل بين الالتباسات وتفحص الروايات وتضع التفسيرات والشروحات عن التاريخ مصر القديم للمساعدة والاستفادة من الموروث الحضاري الكبير لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات والأزمات. ومنها أولاً رسم استراتيجية خاصة للتعرف على مفهوم الأمن القومي التاريخي وإزاي ممكن المحافظة عليه وتنميته مادياً ومعنوياً. ثانياً تدشين مركز الأمن القومي التاريخي لتكون مهمته تحديد التهديدات الأمنية التي تواجه الأمن القومي التاريخي في الداخل والخارج، ومواجهة عمليات البحث والتنقيب عن الآثار غير المشروعة، ومواجهة عمليات تهريب الآثار أيضاً، ووضع خطط لاسترداد تلك الآثار المسروقة من الخارج، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من وضع رؤية مصرية لكتابة ورواية التاريخ المصري بشكل أفضل يعبر عن الذات المصرية والروح الحضارية فيها. ثالثاً وضع خطط مبكرة لمواجهة التهديدات الحالية والمحتملة وابتكار الطرق والوسائل لمنع التهديدات والوقاية من أثرها. رابعاً تحديد قائمة سوداء بالأفراد والهيئات والمنظمات والدول اللي بتشكل تهديد على الأمن القومي التاريخي لمصر من حيث الآثار والرواية، والتنسيق كذلك مع المنظمات الدولية للاطلاع بدورها في حماية الأمن القومي التاريخي للدولة المصرية. طبعاً أنا مش بدعي إن كل المطروح الآن هو الأصوب، ولكنه محاولة للفت الانتباه ودعوة لإيجاد نوع من التنسيق والتعاون المباشر بين المسؤولين المعنيين بالأمن القومي وبين المتخصصين والباحثين والمؤرخين من علماء الآثار والمصريات لاكتشاف ووضع خطة ورؤية شاملة لحماية الأمن القومي التاريخي لمصر، علشان ما يخرجش علينا مسؤول يفصل باسم علم المصريات بين التاريخ والدين ويقول بأنه لا يوجد ذكر لأنبياء الله في التاريخ المصري القديم من غير ما يكون لديه أي دراسة بحثية جادة وموثوقة ومعتمدة من الدولة.
سامعك يا اللي بتقول امن قومي تاريخي ايه يا عم، واحنا مهددين في امننا المائي ومش عارفين نعمل ايه، وامن قومي تاريخي ايه واحنا امننا الجغرافي بينقص من الاف السنين، وده تسبب في تغيرات استراتيجيه كبيره لصالح اعدائنا في المنطقه، ولا زالت خريطتنا الجغرافيه مهدده بالتغيير مع الاسف وتغيير التركيبه السكانيه. زيد على كده تهديدات الامن الاقتصادي بالديون المتزايده وغيره وغيره وغيره. بس هقول لك كل اللي انت قلته صحيح، بس علشان تعرف أهمية وخطورة تأثير الاهتمام بالأمن القومي التاريخي بمثالين هدهم لك، الاتنين عكس بعض هيظهروا لك قوة وأهمية الرواية التاريخية وأثرها في إنشاء دول من الهوى وتدمير دول كبيرة وعظيمة، صناعة حروب وإبادة شعوب كاملة بسبب أساطير تروى يؤمن بها البعض ويتفانى في خدمتها البعض. المثال الأول بدأ في القرن الماضي، وهو بداية تأسيس ولاد العم لدولتهم في الخفاء باستخدام رواية دينية أو مجموعة من الأساطير حول حلم الوطن الموعود. فآمن بهذه الرواية لفيف من شعوب الأرض اللي كانوا عايشين في عزلة مجتمعية واضطهاد ديني كبير داخل مجتمعاتهم وبلدانهم الأصلية، وصنعوا من رواية أسطورية حلم، وصنعوا من الحلم حقيقة ودولة لا زالوا يظنوها من النيل إلى الفرات، ولسه بيعملوا لتحقيقها ولا زالوا بيستدعوا أساطير الأولين، فبيهددونا في المنطقة بالنبوءة التوراتية المعروفة بسفر إشعياء اللي فيه نبوءة بجفاف النيل وخراب مصر والظلام لفلسطين والنور لإسرائيل، واللي ذكرها نتنياهو مؤخرا في أكتوبر الماضي بقوله إنه سيحقق نبوءة إشعياء. ويمكن نتناول هذا السفر الخطير من نبوءات تثبت باعترافهم إن ظهور الأزمات اللي بتعيشها مصر دلوقتي بشكل متزامن ومتتالي مش بس صدفة، لكنها أجندة مبنية على رواية دينية ظلامية تتنبأ بالفساد وليها مؤمنين بيسعوا لتحقيقها باسم إله يحب التخريب والفساد. السؤال مين هم المخربين والمفسدين اللي بيعملوا وفق أجندة أسطورية ظلامية لهدم الدول وتحطيم الشعوب؟ هل هو الكيان اللي اعترف صراحة بذلك أم الفلسطينيين اللي بيدافعوا عن شعبهم وحقهم ومقدساتهم وأرضهم أنهم يعيشوا أحرار فوقها؟ أما المثال الثاني فهو مثال لأشقائنا وأحبائنا وتاج رؤوسنا الفلسطينيين. فلما قام أصحاب المثال الأول بدعم قوة عظمى قبل 100 سنة سودة ما شافتش فيها المنطقة ولا شعوبها النور، حتى جاء 7 أكتوبر ورأينا تلك القوى الكبرى التي أنشأت دولتهم قد عادت لإنقاذهم من الغرق في الطوفان الكبير. فإزاي خرج الطوفان الكبير من السجن اللي بيعيش تحت الحصار؟ عايز تعرف إزاي؟ إنها قوة وصدقية الرواية اللي رواها الأجداد بما فيها من ظلم وفظائع ومآسي وعذابات وألام ومعاناة، سجلتها تلك الرواية بعيداً عن عدسات الكاميرات، ونقلوها في بث متزامن وجداني مباشر بكل مشاعر الألم والحسرة لأحفادهم من جيل لجيل، وكأنها الأمانة التي حملوها بعلم ولم يشفقوا من حملها، بأمل صنعوه من الصفر وبنوه من المستحيل. الرواية اللي بتعبر عن الميراث الفلسطيني الصامد على أرضه أو اللي تهجر منها غصب عنه. ومع ذلك لم يكتفي الفلسطينيين بروايتهم، علشان كانوا بيسلموا مفاتيح البيوت والدور من جيل لجيل. السؤال هنا مين فينا يستحق وصف الحيوانات البشرية؟ أتمنى نكون عرفنا دلوقتي أهمية الروايات التاريخية، بالذات لما تكون ممزوجة بخلطة لها أبعاد دينية. أرجو أننا نكون وعينا أهمية الرواية التاريخية المخلوطة بالخلطة الدينية السياسية وخطورتها علينا لعدم تهيئة وتسليح الشعب المصري ولا الشعب العربي برواية تعبر عن قوته وقوة حضارته وثقافته